كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم. عايزه اقول لكم النهارده الفيديو طويل شويه، بس عايزه اقول لكم ان هو مهم جدا. زي ما انتم شايفين كده. هعمل معاكم حوالي خمس وصفات من الصوصات اللي احنا ممكن نعملها ونحتاجها في رمضان، زي مربى الحليب، صوص الشوكولاته، صوص الفراوله. عايزه اقول لكم ان احنا ممكن نشتريها من بره، بس احنا بنعملها في البيت انضف واحسن. بصراحه هتعجبكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين ده صوص فراوله، وبرده صوص مانجا، بس انا ما عملتهوش. ان شاء الله لو انتوا عايزينه ممكن اعمله لكم الوصفه الجايه. يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات عشان خاطر اقدر ان انا اعملها لكم. يا ريت النهارده ان شاء الله. هو الفيديو طويل شويه بس ان شاء الله هيعجبكم. هنبدا باول حاجه، هنعمل صوص الفراوله. طبعا انا بوريكم دلوقتي دي الصوصات اللي انا عملتها معاكم دلوقتي. حليب مكثف، شوكولاته، صوص اللوتس، صوص الفراوله، مربى الحليب. عايزه اقول لكم ان هي حاجات تحفه جدا جدا وهي هتعجبكم. طبعا انا بوريكم شكل الحاجه الاول قبل ما نبدا نعمل الوصفه. طبعا هنبدا الاول نعمل صوص الفراوله. ده اول حاجه هنعملها. عايزه اقول لكم ان احنا ممكن نحتفظ بالحاجات دي في الفريزر لمده 6 شهور. طبعا انا جبت نص كيلو من الفراوله، ضفت عليهم كوبايه من السكر، وهحطهم كده لحد ما ينزلوا الميه، طبعا بدون النار، لوحدهم كده. بعد كده هنشغل عليهم النار، وهنبدا نشيل الريم اللي فوق، اللي هو الطبقه اللي هي بتطلع البيضه دي. وطبعا ههدي النار خالص. وبعد كده بقى هضيف هنا كده ايه، حوالي معلقه من العسل الابيض. طبعا انا بوريكم ان انا بشيل الريم الابيض ده لازم يتشال. ضفت طبعا معلقه من العسل الابيض، وطبعا دي اضافه براحتنا خالص. عايزه اقول لكم بتدي لمعه حلوه جدا وبتقل الصوص. طبعا انا بوريكم هنا ان هي لسه محتاجه شويه كمان. هسيبها على نار هاديه. هبدا بقى ان انا اضيف هي نص عصره ليمون كده، وهي كده ما شاء الله خلاص. لما بدات تبقبق كده خلاص، هي كده كده تمام. نرجع بقى نعمل صوص اللوتس. هنجيب كوبايه من السكر وهنشغل عليها النار. مش هضيف ميه عليها ولا اي حاجه، هي هتبدا تسيح لوحدها وتتكرمل. طبعا بقى هبدا اقلب. عايزه اقول لكم ان احنا نحاول ناخد بالنا جدا من صوص الكراميل عشان خاطر ما يتحرقش ويمرر مننا. اهو زي ما انتم شايفين كده انا بقلب، هو بدا يتكرمل كله اهو. شايفين ما شاء الله. عايزه اقول لكم تحفه تحفه جدا. ناخد بالنا عشان ما يتحرقش. هو كده اللون المظبوط. هبدا بقى ان انا اضيف مكعبين كده من الزبده، مكعبين كبار. يبداوا يسيحوا. وهبدا انزل معاهم كوبايه من الحليب. كوبايه من الحليب يكون فيها معلقه قشطه من اللي هي وش اللبن كده. لو ما فيش مشكله. وناخد بالنا طبعا واحنا بنضيفها علشان ما نتحرقش، لانها بتبقى صعبه وبتبدا تغلي. يا اما نطفي النار ونرجع نبقى نشغل النار تاني. بس كده. ودلوقتي بقى هسيبها ان هي تبرد تماما تماما. مش هضيف اي اضافات غير لما هي تبرد، علشان خاطر هقول لكم هنعمل ايه بعد كده. بعد بقى ما بردت كده وبقت تمام، هبدأ بقى ان انا اخدها في خلاط كده او في كبة او بالهاند. هنزلها كده في بولة، وابدا اضيف هنا نص معلقه من القرفه، ربع معلقه من جوز الطيب. وهبدا ان انا اضيف هنا 2 باكت من بسكوت الأولكر. عايزه اقول لكم ان هو لو تقل منكم هنضيف حليب، ما تقلش زي ما انا عملت كده. انا عندي ما تقلش، ما بقاش تقيل يعني. فبس اكتفيت بكده وما ضفتش حليب تاني. يعني هي كل الحكايه كوبايه لبن. هضيف بقى في الاخر هنا رشه ملح عشان تظبط الطعم. زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان الصوص ده بعد ما بتسيبيه في التلاجة بيتقل خالص، بيبقى زي المربى. دي صوص الفراوله. هنزله بقى كده. هنزل صوص اللوتس او بديل اللوتس. نبدا بقى نعمل هنا مربى الحليب. مربى الحليب هجيب نص لتر من الحليب او اللبن، وهضيف كوبايه من السكر مليانه كده زي ما انتم شايفين. واول ما يبدا يغلي ههدي النار تماما تماما.
وطبعا ايدي فيه كل شويه، يعني انا كل شويه بقلب فيه كده زي ما انتم شايفين. راحه جايه في المطبخ بقلب فيه. طبعا لسه هضيف فيه كمان نص معلقه او ربع معلقه من الكربوناتو. كربوناتو اللي هو بتاع الحلويات، مش اي كربوناتو، مش اللي احنا بنغسل بيه او حاجه من دي. ده كربوناتو اللي هو الصودا. هوريلكوا الكيس دلوقتي اهو، هو ده. هضيف منه زي ما انتم شايفين كده ربع معلقه. زي ما انتم شايفين الفوران ده هنهدي النار خالص تماما تماما. وزي ما انتم شايفين كده ان احنا نكون مهديين النار. وافضل بقى راحه جايه كده اقلب فيها كده، طول ما انا راحه وجايه اقلب فيها. طبعا هضيف اضافه من عندي، هي معلقه حليب او اللي هو لبن بودره. وهضيف لهم ربع كوبايه من اللبن، مش هينفع نضيف ميه، هو لازم اللبن. وهقلبهم كده وانزلهم كده علشان خاطر انا عايزاها دسمه شويه. لو مش حابين تضيفوها عادي مفيش مشكله. زي ما قلت لكم ان انا بهدي النار، وطبعا ببدا ان انا اشيل اللي هي الرغوه اللي بتطلع فوق دي برضو. شايفين اللون بدا يتغير اهو، ده كده بدا يبقى حليب مكثف. وهقلب فيهم كده. هوريكم برضو هتغمق دلوقتي معانا. شايفين اللون غمق شويه اهو برضو. بس هتفضل سايباها على نار هاديه، بس طبعا زي ما قلت لكم بنفضل رايحين جايين نقلب فيها عشان خاطر ما تعملش ارضيه من تحت او تتحرق. هضيف هنا مكعب زبده، وطبعا ده اختياري برضو. هي كده بقت صوص كراميل. عايزه اقول لكم ان انا بعد ما عبيتها في البولات رجعت تاني رجعتها، لان حسيت ان هي خفيفه محتاجه ان هي تتقل شويه. ودي مفيش منها مشكله، لو حسيتي ان هي لسه خفيفه بنرجعها تاني الحله. طبعا دي كانت لما لقيتها تقيله رجعتها الحله، ما عملتش غير هي بوله واحده، وهتشوفوها في اخر الفيديو. ده صوص اللوتس زي ما انتم شايفين جامد ازاي. هنيجي بقى هنا ونعمل صوص الشوكولاته. عايزه اقول لكم ان صوص الشوكولاته ده بيجمد وبيبقى ما شاء الله عليه. ممكن نعمل منه روزيتات للتورتات براحتنا. طبعا انا ضفت معلقتين لبن بودره، وضفت معاهم كريم شانتيه او اللي هي الكريمه اللباني البودر. وهحطهم على النار كده يغلوا. وهجيب باكت من الشوكولاته، تكون شوكولاته بالحليب. انا عاملاها شوكولاته بالحليب، ممكن تبقى شوكولاته ساده عادي مفيش مشكله. وهضيف برضو مكعب زبده. عايزه اقول لكم بيديها لمعه وطعم حلو قوي. بس كده. وهفضيها بقى في بوله. وكده احنا خلصنا 4 صوصات. هنعمل بقى الصوص الاساسي اللي احنا بنحتاجه في كتير من الوصفات، زي السينابون. هتجيب هنا مثلا كوبايه من اللبن البودره، كوبايه من السكر، مكعب زبده. وهضيف نص كوبايه من الميه السخنه اللي بتغلي. وابدا اضربهم كده بالهاند زي ما انتم شايفين كده. هو تمام خلاص، خلص الحليب المكثف. وده صوص الشوكولاته بعد ما جمد. ده صوص اللي هو اللوتس. دي مربى اللي هي المربى بتاع الفراوله او صوص الفراوله، ومربى الحليب. عايزه اقول لكم تحفه. زي ما انتم شايفين كده، انا بوريكم ان هي بعد ما بردت بقت عامله ازاي. يا ريت تجربوها. ومعلش الفيديو طويل شويه. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.